السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بيك يا جميل. النهاردة إن شاء الله هنحل معاك الامتحان الشامل اللي أنت امتحنته على شابتر 1 وشابتر 2، أول 2 lessons فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، الامتحان ده يا جماعة كان على مستوى، يعني هو كان بصراحة فيه أفكار، والامتحان كان يحتاج إلى، يعني أنا عايز أقول لك، أولا ما تكونش متسربع، ثانيا ما تكونش متوتر، ثالثا ما تبقاش هادي قوي يعني لدرجة إن أنت الوقت يضيع منك. ولكن خلينا نحل معاك ونشوف الأفكار بتاعة الامتحان، لأن ده أول شامل أنت تمتحنه معانا، وأول شامل دايما بيبقى ليه يعني صدمته الأولى. بعد كده ان شاء الله تتعود، وهو ده المطلوب، لان احنا هنعلى بمستواك ان شاء الله زي ما وعدناك. فانت ثق فينا واعمل اللي بنقول لك عليه وامشي على نظامنا لغايه ما ان شاء الله نوصلك لشيء طيب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لك: The first scientist to conclude that there are vast distance between a nucleus والelectron orbits in the aluminum atom was. والله في اي اتوم، ان شاء الله يكون في اي اتوم اللي عرف ان في مسافة شاسعة ما بين النيوكليوس والالكترون اوربت، المدار بتاع الالكترون، هو راذرفورد. ده اول واحد اتكلم على الموضوع ده، حتى قال ان هي شبه السولار سيستم، ان هي هنا الشمس والكواكب بتدور حواليها. تمام. بعد كده السؤال نمبر 2 بيقول لك: A gas has a molar mass of 62.7 جرام بير مول. What is the mass of كمية معينة منه؟ فوليوم طبعا. فطبعا احنا الميدان بيقول ان انت الميدان هو النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز، والفوليوم تحت اهوت. فطبعا هو مديني فوليوم، فاحنا محتاجين نحوله الاول نمبر اوف مول علشان نجيب الماس، بس هو اوريدي كان مديني ماس، يعني احنا عايزين نجيب المولر ماس. طيب، آه طبعا انت عارف دي الرسمه اهي بالمنظر ده، فبالتالي انا الفوليوم ده محتاج اصلا اعرف هو كام مول، فهو الراجل بيقول لي ات اس تي بي، فعلى طول هنعمل ديفايدد 22.4، فنقوم جايبين الكالكوليتر كده عشان نعرف دول كام مول اصلا يا جماعه. فبالتالي بيقول لك اهو 0.25 ديفايدد 22.4، كده انا عرفت ان النمبر اوف مولز بتاعتي هي تقريبا 0.0111، فانا هاخد الرقم ده. بسم الله اهو، ادي يا سيدي النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز ايكوال 0.111. انا بس عايز اتاكد، لا 0.0، ايوه دي من اكبر الاخطاء الشائعه ان الرقم يتنين من الكالكوليتر غلط. ايوه ماشي، مول. تمام، ده كده النمبر اوف مولز، وانا مش معايا الا المولر ماس، فانا بالتالي اقدر اعمل ملتبلاي المولر ماس عشان اقدر اعرف الماس. فبالتالي اهي الماس ايكوال النمبر اوف مول تايمز المولر ماس. خليني اصغر الخط سنه. ماشي، فادي يا سيدي الماس ايكوال 0.0111 تايمز المولر ماس بتاعتي اللي هي 62.7، ونشوف على الكالكوليتر هتطلع كام. اهو اقوم عامل نفس الرقم بنفس الرقم 62.7، يطلع معاك 0.69. هل الإجابة دي موجودة؟ أيوة موجودة اهيت، يبقى هي دي right choice. خلينا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك the number of atoms in one mole of helium، فعلى طول لازم أعمل السيمبل بتاع الهيليوم، الهيليوم اللي هو HE. تمام. بيقول لك هاف ولا توايس ولا كوارتر، هو ايه عدد الاتومز في 1 مول؟ طبعا 1 مول منه هو جواه 1 مول من الاتومز، لان هو اتش اي بس. لكن النمبر اوف اتومز ان 1 مول من الاكسجين جاز، ايوه الاكسجين جاز هو عباره عن O2، لان ده من الجماعه الداي اتوميك، صح ولا ايه؟ فبالتالي عدد الاتومز في المول هنا هو 1 مول، لكن عدد الاتومز في المول هنا هو 2 مول. 2 اتوم اهو، 2 اتوم، دي يا راجل واضحه جدا. فبالتالي هي هاف، واحد نص الاتنين. طيب خلينا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك what mass of الكميه ديت، الكومباوند ده is required to prepare 200 milliliter of an aqueous solution of concentration 0.1. جميل قوي. ده بيسألك على المولاريتي، فبالتالي المولاريتي انت عارف القانون، المولاريتي ايكوال المولز بتاعت النمبر اوف مول بتاعت السوليوت، اهو النمبر اوف مولز بتاعت السوليوت الحاجه اللي احنا هندوبها اوفر الفوليوم بتاع السوليوشن كله، اهو الفوليوم بتاع السوليوشن كله.
هو الراجل مديني اوريدي مولاريتي ومديني الفوليوم، فانا كده اقدر اجيب النمبر اوف مولز. فبالتالي النمبر اوف مولز اهو، النمبر اوف مولز ايكوال ام تايمز الفي. احنا اتكلمنا في النقطه دي كتير قوي، ان المولاريتي تايمز الفوليوم بتديك النمبر اوف مول. طبعا انا ما بتعصب جدا لما اشوف فوليوم بالملي لتر، احنا ما بنتعاملش الا بالليتر، فطبعا بنعمل ديفايدد 1000 يطلع معاك 0.2 لتر. يلا نشتغل. يبقى 0.1 دي المولاريتي بتاعتي تايمز 0.2 يطلع معايا النمبر اوف مولز بتاعت السوليوت. خلينا نشوف كده اهو 0.2 تايمز 0.1 يطلع معاك 0.02 او 0.02 مول. ده النمبر اوف مول بتاع مين؟ بتاع الحاجه اللي احنا مدوبينها اللي هي دي اهو، اللي هو يعني لو انا هقراه هيدريتد صوديوم سايسلفيت. ماشي، بس هي مش مطلوبه منك. فطبعا هو عايز يعرف الماس. طبعا احنا اوريدي جبنا النمبر اوف مول، ما ده التوب ده البريمو ده النمبر اوف مول. نعمل ملتبلاي المولر ماس. لو عملنا ملتبلاي المولر ماس يطلع لك الماس. فبالتالي الرقم ده انا عايز اعمله ملتبلاي المولر ماس، فاحنا كده يجي دورنا في ان احنا نحسب المولر ماس. فنقوم قايلين ان A2S2O3 دوت 5H2. طبعا حاجه زي كده احنا اتدربنا عليها كتير جدا جدا يعني. فالاتنين ان ايه ايكوال الواحده ب 23، يبقى الاتنين ب 46 بلس السلفر. انا عندي منها اتنين، ما تاخدش يعني اوعى تنسى ان السلفر في منها اتنين هنا. فالسلفر 32 الواحده، يبقى الاتنين ايكوال على طول. انا على فكره انت بتستخدم كالكوليتر، انا بستخدم دماغي، انا حر، ولكن انت لازم تكون انت دقيق في النقطه دي. الاكسجين الواحده ب 16، ف 3 في 16 ب 48 بلس انت معاك هنا 5 ميه، ما هو دول كده الموليكيول الواحد ماسك في 5 موليكيول ووتر. فانا بحسب على طول ان الموليكيول بتاع الووتر اسمه H2O، الاتشايه الواحده ايكوال 1، يبقى الاثنين ب 2 بلس الاكسجين ب 16 يبقى 18، يبقى 5 تايمز 18. فانا بعمل كده اهو 5 تايمز 18 اهو. ده كده الميه. في واحد ممكن يقول لي لا انا عندي 10 هيدروجين و5 اكسجين، براحتك، الطريقتين صح. طيب خلينا نجمع كده، ادي 46 بلس 64 بلس 48 بلس 5 تايمز ال 18 يطلع معايا ده المولر ماس بتاعي 248 سوري 248 جرام بير مول. ده كده المولر ماس بتاعي، واتاكد من الرقم مظبوط. فبالتالي انا كده معايا النمبر اوف مول بتاعه والمولر ماس بتاعته، يبقى اقدر اجيب الماس. يبقى الماس ايكوال 0.02 تايمز 248 يطلع معايا، اعمل الرقم ده ملتبلاي النمبر اوف مولز يطلع معايا 4.96. هل الاجابه دي موجوده؟ 4.96 كلام سليم. طيب بيقول لك a sample of oxygen gas with mass 32 جرام contains، انا محتاج اعرف اصلا هما دول كام مول. فوالله الاكسجين جاز اسمه O2، فالاو2 دوت انت بتقول لي ان الماس بتاعته 32، فانا هقول لك خلاص يبقى النمبر اوف مول هو الماس على المولر ماس، يبقى 32 اوفر المولر ماس بتاعتي هي الواحده ب 16، يبقى الاثنين ب 32، يبقى ده 1 مول. ماشي، يعني ده 1 مول من الاكسجين. بيقول لك contain the same number of oxygen atoms as in 36 جرام of water. معلش انا محتاج اعرف اصلا هو ده بيحتوي على كام اتوم. فانهم قايلين والله الراجل ده الاكسجين ال1 مول من الاكسجين اهو 1 مول جواه 2 مول من الاكسجين اتوم، 2 مول اكسجين اتوم. ماشي، ودي سهله خالص. فبيقول لك هو نفس عدد الاتوم از ان 36 جرام اوف ووتر. فاحنا عايزين نعرف اصلا الووتر 36 جرام دول جواهم كام اكسجين اتوم، فلازم نقول ان ال 36 جرام دول كام مول. او ممكن نعملها بطريقه تانية، مش احنا عارفين اصلا النمبر اوف اتومز بيتحسب ازاي، بس احنا خلينا نحسب على النمبر اوف مول اوف اتوم. فالنمبر اوف مول اوف اتوم ايكوال اهو، لو انا عايز اعرف بالنسبه هنا للنقطه دي، لو انا هطبق عليها النمبر اوف اوكسجين نمبر اوف مولز بقى بتاعت الاكسجين اتوم ان الووتر ايكوال عدد الاكسجين اتوم جوه الووتر H2O اهو 1 تايمز عدد المولز بتاعت الووتر. هتقول لي 36 ديفايدد المولر ماس بتاعت الووتر H2O طبعا 18، لان انت لو جمعت الاثنين اتش ب 2 والاكسجين الواحده ب 16، فبالتالي انت معاك كده كام مول؟ معايا 2 مول من الميه، فجواهم كده 2 مول من الاكسجين اتوم اهو 2 مول من الاكسجين اتوم.
فوالله لو عايز تعرف بافوجادروز نمبر فهتعمل 2 ملتبلاي افوجادرو سواء في هنا او هنا. ماشي، يعني قصدي هو نفس الرقم، انت واخد بالك انه نفس الرقم صح ولا ايه؟ طيب بيقول لك ماشي يعني دي تمام. طيب بي ممكن تكون هي صح وانا اللي حليت غلط، فاحنا لازم نستبعد 1.204 تايمز 10. انا واخد بالي ان الرقم ده اهو ده عباره عن 2 افوجادرو صح؟ ما هو 2 افوجادرو هو الرقم ده، واحنا اتضربنا على النقطه دي كده 2 افوجادرو، يعني ده كده 2 مول. 2 مول من الموليكيولز اوف اوكسجين يعني 2 O2، ما هو ده كده اسمه موليكيول. اما دي كده اسمها اتوم، الاوكسجين دي اسمها اتوم. فهل هو جواه يعني هو اصلا 1 مول جواه 2 مول من الموليكيول؟ فطبعا غلط، دي غلط اهي، لان هو انت بتقول لي اصلا هو في منه 1 مول، ازاي هنا تقول لي ان هم 2 مول؟ طيب the same number of oxygen atom as in 18 جرام of water. طبعا 18 جرام اوف ووتر ده 1 مول، انا دماغي بقى مفتحها خلاص. فالنمبر اوف مول هنا احنا بنعمل 18 اوفر اللي هي الماس ديفايدد المولر ماس بتاعت الميه، يطلع معايا 1 مول من الميه. تمام، دي 1 مول من الميه. هي ال 1 مول من ال H2O جواها كام مول اكسجين؟ طبعا واحد بس اكسجين اهوت، واحد اكسجين اتوم، واحنا عايزين 2 مول من الاكسجين اتوم زي ما الراجل مديني في المساله. طيب هل جواه 6.02 تايمز 10 باور 23 اكسجين اتوم؟ لا والله، لو انت عايز تعرف عدد الاتوم فهم 2 في افوجادروز نمبر 2، يعني الرقم ده غلط، يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ طيب ندخل بعد كده على السؤال نمبر 6. بيقول لك a compound contains ماشي، هو طبعا هو بيقول لك ده النسبه بتاعت الكربون، النسبه بتاعت الهيدروجين، برسنتج بتاعت الاكسجين. its molecular formula contain 2 units of empirical formula. فعايز الموليكولار فورمولا. الناس بتتلاشى كل الكلام ده وتحسب الامبيريكال فورمولا، واحنا حاطين لك الاجابه بتاعت الامبيريكال فورمولا بالمناسبه عشان تجري تخترع، فتبقى غلط. فاحنا بناخد بالنا، والله احنا عندنا كربون وهيدروجين واكسجين، لازم طبعا يكون الديباجه ثابته، النمبر اوف مولز وبعد كده الريشيو. ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده. بالنسبه للكربون هنعمل الماس على المولر ماس 55.8 ديفايدد الكربون المولر ماس بتاعته ب 12، يبقى انا دلوقتي كده معايا 4.65 مول. فنقوم كاتبينها بلون مختلف اهو 4.65 مول. ماشي، بالنسبة للهيدروجين 7.03 over 1 هتطلع نفس الرقم 7.03. والأكسجين هنعمل الرقم ده اوفر المولر ماس اهوت 16، يطلع معايا 2.323. ماشي 2.323 مول، على قد ما اقدر اخد ارقام. وبالتالي احنا كده هنعمل الريشيو، نعمل ديفايدد اصغر واحد. اصغر واحد هو الاكسجين زي ما انا شايف قدام عيني كده، فده ديفايدد نفسه هيطلع 1. ده ديفايدد الرقم ده نشوفه اهو 7.03 ديفايدد الانسر بقى، ما هو كان هو الرقم طلع معايا 3.0. احنا قلنا في الريشيو مش بناخد اللي بعد الزيرو، يعني ده 3. طيب بالنسبة للكربون 4.67 ديفايدد 2.323 طلع معايا 2.01، يعني تقريبا 2، فيبقى C2H3O. وطبعا لو انت حليتها على طول كده واخترتها، انا مش عارف هي موجوده ولا لا، ايوه موجوده اهي. لو انت اخترتها فطبعا غلط، ليه؟ لان هو الراجل مش بيسالك على الامبيريكال فورمولا اللي انت طلعتها دي، الامبيريكال فورمولا الراجل بيسالك على الموليكولار فورمولا. فهو بيقول لك الموليكولار فورمولا كونتين 2 يونتس من الامبيريكال، يعني الان بتاعتك هي عباره عن 2، ما هو ده النمبر اوف يونتس. فبالتالي احنا محتاجين نعمل الراجل ده ملتبلاي 2 اهوت، يبقى C4 اهو C4H6 C4H6O2. كده انت جبت الموليكولار فورمولا C4H6O2. تمام كده. ندخل بعد كده على السؤال نمبر 7. بيقول لك calculate the volume of 0.4 molar of aluminum chloride solution. ماشي required to prepare 2 liter of a solution in which the concentration of chloride ions is 0.6 molar. طيب واحدة واحدة. هو دلوقتي دي مسائل دايليوشن، عرفت منين يا دكتور؟ لان هو نفس السوليوشن اهو، بس خلينا نشوف. انا بس عايز اقسم المساله دي نصين. هو بيقول لك كالكوليت الفوليوم بتاع الراجل ده ريكوايرد تو بريبير، يعني ده كده السوليوشن الاولاني ماشي، احنا عارفين الكونسنتريشن بتاعه ولكن مش عارف الكونسنتريشن الفوليوم بتاعه ماشي، ولكن الفوليوم الثاني انا عارفه اهو، الفوليوم الثاني معروف. اما الكونسنتريشن احنا هنجيبه ازاي؟ قال لي والله السوليوشن الكلورايد ايونز التركيز فيها كذا. احنا قلنا والله لما بيطلع لي ايون من جوه الكومباوند بنعمل الريشيو الجميله اهي AlCl3
جواه كام كلورايد ايون؟ 3 كلورايد ايون. فلما نيجي نعمل ريشيو نقول ان ال1 مول بيخرج 3 مول او جواه 3 مول. فبالتالي هو بيقول لك ان التركيز بتاع الكلورايد 0.6 مولر، ماشي. يبقى هنا الكونسنتريشن بتاع السوليوشن كله ايكوال كام؟ ايكوال 1 تايمز 0.6 اوفر 3 اللي هي هتطلع معاك 0.2 مولر. يبقى ده 0.2 مولر، ده تركيز السوليوشن كله اللي احنا عايزين نكونه، يبقى هو ده M2 بس كده. فبالتالي هو بيقول لك احنا كان معانا نقرا المساله تاني من الاول، يعني هو حاطط لك مساله جوه مساله. بنقول والله ان الفوليوم بتاع 0.4 مولر اللي معانا اوريدي هنحضر منه 2 لتر، ماشي. الكونسنتريشن بتاعه 0.2. اللي اكد لي انها مسائل دايليوشن ان الكونسنتريشن كان رقم كبير اهوت 0.4 بقى 0.2 يعني قل. يبقى معنى كده نطبق القانون على طول M1V1 equal M2V2 ونقوم قايلين انت عايز ال V1 يبقى خلاص يبقى ال V1 equal M2V2 على M1 ونعوض بقى. دي سهلة خالص اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نعوض هنا كتابة الأول. ال M2 فين؟ ال M2 دي اللي احنا لسه جايبينها 0.2 تايمز ال V2 2 لتر، اتأكدت انه باللتر، اوفر ال M1 0.4 يطلع معايا كام بقى؟ خلينا نشوف. ادي 0.2 تايمز 2 اوفر 0.4 طلع معايا ب 1 مولر او 1 لتر لان ده فوليوم 1 لتر بس كده. اتاكدت ان اجابتي صح لان الفوليوم الاولاني كان 1 لتر ولما خففنا زاد فعلا، يعني هو لازم يكون اقل من الفوليوم الثاني. فانا كده مسالتي كلها مظبوطه. بيقول لك if the mass of one molecule of substance equal كذا. طيب واحده واحده، هو مديني ايه؟ هو كان مديني 2 جيفن مش جيفن واحد، وحلينا مساله زي دي تقريبا 3 مرات لحد دلوقتي. دي الماس وده النمبر، وهو ده النمبر اوف موليكيولز. فانا كده اكيد هيطلب مني المولر ماس، بس يقول لك which of the following represent the substance. طيب واحده واحده، هو مديني النمبر 1 موليكيول فانا هرسم ميداني جميل اهوت، ماشي. انا معايا النمبر 1 وده كده اقدر اجيب منه النمبر اوف مولز عن طريق ان انا هعمل divided افوكادروز نمبر، ماشي. وبعدين هو معايا الماس، صح؟ الماس اهيت، خليني اشوفها بس معلش. يعني انا هعمل ملتبلاي المولر ماس ايا يكن هو كام لسه ما نعرفوش، هيطلع لي الرقم ده. ما هي دي الماس بتاعتي 4.65 تايمز 10 باور نيجاتيف 23 جرام. مظبوط الكلام؟ مظبوط الكلام. اولا انا محتاج اعرف النمبر اوف مولز، فبالتالي النمبر اوف مولز هو 1 ديفايدد افوكادروز نمبر، بس خلينا نعمله فراكشن احسن. يبقى 1 ديفايدد 6.02 تايمز 10 باور 23. ده كده الرقم بتاعي اللي هو النمبر اوف مول اللي انا هكتبه هنا زي ما هو 1.6 تايمز 1 اوفر 6.02 تايمز 10 باور 23 مول. ده كده النمبر اوف مول. ايه هو المولر ماس اللي لما اضربه في الرقم ده يطلع لي الرقم ده؟ طب ما دي بسيطه خالص، انت سيادتك عايز تعرف المولر ماس. طب خلينا نشوف كده. هو مش النمبر اوف مولز ايكوال الماس اوفر المولر ماس؟ يبقى المولر ماس لو انا عايز لها قانون ايكوال الماس اوفر النمبر اوف مول. طب انا مش عارفها يا دكتور، خلاص بمثلث. ادي يا سيدي مثلث اهو، المولر ماس اهيت، ماشي، والماس فوقيها يطلع لك النمبر اوف مولز اهو. يبقى لو انا عايز المولر ماس هي الماس اوفر النمبر اوف مول، يبقى المولر ماس على طول اهي هي الماس اوفر المولز، النمبر اوف مولز بتاعتك. فبالتالي انا هقسم الماس اللي معايا ديفايدد الرقم اللي احنا طلعناه، يبقى 4.65 تايمز 10 باور نيجاتيف 23 ديفايدد الانسر اللي احنا طلعناه من شويه اللي هو النمبر اوف مولز. طلع لي تقريبا 27.993 يعني تقريبا 28 لان مفيش مولر ماس ب 28 اهي. مفيش مولر ماس بفراكشن، فبالتالي احنا تقريبا معانا 28. مين في دول المولر ماس بتاعته هي 28؟ هو بيسألك كده. فطبعا النيتروجين الواحدة منه ب 14 فالاتنين ب 28 مظبوط. طيب الاكسجين الواحدة ب 16 فالاتنين ب 32 مش هو ده اللي عايزينه. الكلورين الواحدة ب 35.5 الاتنين ب 71 مش هو ده اللي عايزينه. الفلورين الواحدة ب 19 يبقى الاتنين ب 39 او 38 سوري، يبقى مش ده اللي احنا عايزينه. طب انا عايز اتاكد من اجابتي يا دكتور علشان الفراكشن ده محيرني. انا عادي ممكن اشتغل بالطريقه دي اهي. مش ده النمبر اوف مول بتاعي، ده النمبر اوف مول.
النمبر اوف مول ده هعمله ملتبلاي المولر ماس بتاعت كل واحد فيهم، اشوف انهي واحد فيهم هيطلع لي الماس ديت اللي هو مديهاني. فهجرب في اول واحد اهو تايمز 28 طلع لي 4.65 اهو تايمز 10 باور نيجاتيف 23، يعني هو نفس الرقم بالظبط. هو طبعا الرقم طلع عندنا فيه اختلاف عشان ما كناش حاطين الجزء ده بس كده. ولكن هي دي الرايت تشويس. ندخل على السؤال التاسع. بيقول لك which of the following particles are deflected toward the negative plate. يبقى معنى كده ان هي positive charged. البارتيكل ديت positive charged، هي positive لان هو بيقول لك هي هتروح ناحيه النيجاتيف. under the effect of charged plate. طبعا التشارجد بليت حكيناها كتير، ادي البوزيتيف بوزيتيف 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 نيجاتيف 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 نيجاتيف. ففي حاجه وهي ماشيه راحت ناحيه النيجاتيف، فبالتالي يبقى اكيد الحاجه دي هي كانت بوزيتيف. مين البوزيتيف هنا؟ هل البروتون والالكترون؟ الالكترون نيجاتيف، غلط. هل الاتومز اند البروتونز؟ البروتون بوزيتيف فعلا لكن الاتوم نيوترال، النيوترال مش هتنحرف لاي حاجه. طيب الكترونز اند الفا؟ الالكترونز نيجاتيف. بروتونز اند الفا؟ فعلا الفا بوزيتيف، دي يا راجل دي عباره عن النيوكليوس بتاعه الهيليوم اتوم، فبالتالي هي دي الرايت تشويس. طيب السؤال بعد كده نمبر 12. all of the following are assumptions، افتراضات من Rutherford's atomic model except. طيب a large portion of atom is empty space. فعلا رذرفورد قال الكلام ده. The attractive force between the positive nucleus and the negative electrons. الاتراكتيف فورس بالانس السنترفيوجال فورس. فعلا احنا قلنا ان هم ايكوال. السنترفيوجال فورس اللي ناحيه بره ايكوال الفورس اللي هي ناحيه جوه بتاعت الاتراكشن فورس. The mass of the nucleus equal the mass of electron. يا راجل ما قالش كده خالص، قال ان الماس بتاعت النيوكليوس اكبر بكتير جدا جدا، ده الالكترونز الماس بتاعتها صغيره خالص تكاد تكون مهمله. and the charge of nucleus equal charge of electron. ده كلام صح، بس الكلام الاولاني ده غلط، هو ده الاكسبشن، علشان كده لازم اتاكد ان الاخيره صح. the nucleus is positively charged while the atom is neutral. فعلا رذرفورد قال الكلام ده، يبقى انا متاكد ان سي صح والباقي غلط، مش هو اللي انا عايزه. the deflection of alpha particle in the gold foil experiment allowed Rutherford to conclude. والله هو الجزء بتاع الديفليكشن لما كانت الفا معديه وقامت انحرفت، عرفنا ان الجزء بتاع النيوكليوس اللي موجود جوه ده عباره عن بوزيتيف تشارج. فبيقول لك هل اكتشف ان الاتوم الكتريكالي نيوترال ولا موست اوف ذا اتوم از امتي سبيس ولا الالكترون كذا ولا النيوكليوس بوزيتيفلي تشارجد. طيب بعد كده السؤال نمبر 14. بيقول لك from the following reactions 4NH3 plus 7O2 يديني 4NO2 plus 6H2. ماشي. what is the minimum number of moles of oxygen. بيسألني على المولز بتاعت الاكسجين required to oxidize 16 مول من الامونيا. طبعا السؤال ده احنا كنا اوريدي جايبينه في الكويز قبل كده، فبسم الله نعمل ما بينهم ريشيو. والله الاربعه NH3 ماشي بيتفاعلوا مع 7 مول من الاكسجين، فالاربعه اهوت بيحتاجوا 7، يبقى ال16 مني اهو هيحتاجوا قد ايه. فطبعا دي مساله بسيطه خالص، 7 في 16 على 4 اهي 7 في 16 over 4 يطلع معايا 28 مول بكل بساطة. ماشي. بعد كده السؤال نمبر 16 بيقول لك in the following reaction when a solution containing الرقم ده او العدد ده من الموليكولز من ال NaOH. فانا على طول ترجمت وقلت له الرقم ده استنى نشوف هو كام مول. 12.04 ونعمله طبعا فراكشن عشان هنعمل ديفايدد افوكادرو تايمز 10 باور 23 اوفر افوكادروز نمبر علشان نعرف هو كام مول. ماشي. يطلع معايا 2 مول قدام عينك اهو 2 مول. فبالتالي انا ترجمت اصلا اول ما شفت ان هم 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد، يعني انت بتقول لي كانك بدل ما بتقول لي دي انت بتقول لي انت معاك 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد. لما يكون معاك سوليوشن جواه 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد is added to an HCl solution. ماشي. الصوديوم هيدروكسيد حطيناه على HCl 18 جرام of water are produced. what is the limiting reactant. واحده واحده. طبعا هو بيقول لي كميه الميه اللي اتكونت. والله بص انا لو هعمل ريشيو في المساله دي اهي بكل بساطه NaOH ما بينه وما بين ال HCl والميه اللي هو بيكلمني عنها، فالواحد مول بيتفاعل مع 1 مول ويخرج لي 1 مول اهو 1 مول. تمام. فانت هنا حطيت لي 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد، فانا متوقع ان هيتفاعل مع 2 مول من الهيدروكلوريك اسيد ويطلع لي 2 مول من الميه، ولكن هو بيقول لي ان كميه الميه اللي طلعت هي 18 جرام. فطبعا 18 جرام دول لو احنا حسبناهم عايز اعرف هم كام مول يعني، فال H2O
هي المولر ماس بتاعتها ايكوال 18. فانت كده بتقول لي ان دول 1 مول من الميه. يعني انت لما حطيت 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد برضه طلع لك 1 مول من الميه، يبقى اكيد كميه ال HCl ما كانتش 2 مول. حد فاهم اللي انا بقوله؟ يعني انت اهو اهي الواحد مول بياخد 1 مول علشان يطلع 1 مول، فلما حطيت 2 مول برضه طلع 1 مول، يبقى اكيد كميه ال HCl هنا فضلت 1 مول زي ما هي. ما هو الواحد بيتفاعل مع واحد علشان يطلع واحد، فلما حطيت 2 طلع واحد برضه، يبقى معنى كده ان في واحد منهم ما اتفاعلش. فبالتالي ال NaOH هنا اكسس، ده زياده اكسس اهو. بص انا هكتب عليه اكسس، والاتش سي ال هو اللي كميته اقل، هي اللي حددت ان الاتش 2 او يطلع بكميه اقل، لان الليميتنج رياكتنت هو اللي بيطلع برودكت اقل. فبالتالي هو ده كده الليميتنج اهو، لان كميته اقل. اصلا انا ان او اتش الاثنين مول لو كانوا اتفاعلوا كلهم كان هيخرج كميه اكبر. فبالتالي الليميتنج رياكتنت، احنا بنقول رياكتنت اكيد هنستبعد ال ان اس ال والاتش 2 او، لان هو بيقول لي رياكتنت مش برودكت. فبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون اتش سي ال. بس كده تمام. دي يعني دي كده ايه، حل بديهي خالص. طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. بيقول لك which of the following did both تومسون and Rutherford agrees upon. يعني تومسون ورذرفورد اتفقوا على حاجه. هل اتفقوا على الالكترون موشن؟ طبعا تومسون ما كانش يعرف ان في حاجه اسمها الكترون موشن، هو عارف ان في حاجه نيجاتيف تشارجد الكترون وخلاص، فطبعا لا. ذا يونيفورم ماس اوف ذا اتوم، يعني ان الاتوم كلها على بعضها كده يونيفورم، الماس هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا. طبعا رذرفورد ما قالش كده، رذرفورد قال ان اتقل ماس موجوده في النص كده في حاجه اسمها نيوكليوس، مش يونيفورم ماس خالص، فطبعا غلط. ذا اتوم از الكتريكالي نيوترال، كلام مظبوط فعلا الاثنين قالوا كده. ذا يونيفورم ديستريبيوشن اوف بوزيتيف تشارج، رذرفورد ما قالش ان هو في يونيفورم ديستريبيوشن ان البوزيتيف متوزع كده في الاتوم، لا ده مركز في النيوكليوس. فبالتالي الاجابه سي. طيب بعد كده بيقول لك what is the number of atoms in 28 gram of the compound C4H8. فطبعا انا محتاج اعرف، هو بيسالني على عدد الاتومز، فطبعا number of atoms in a compound او number of atoms على طول بقى القانون found in a compound equal اهو in a compound عدد الاتومز. هو بيسالني على الاتومز عموما، فهنا عندي 4 كربون و8 هيدروجين، يبقى 12 تايمز النمبر اوف مولز بتاعت الكومباوند. فالكومباوند ده هو بيقول لي ان انت عندك منه 28 جرام، هنعمله ديفايدد المولر ماس، الراجل محترم ومديهولك، فبيقول لك 56 اهوت تايمز افوكادروز نمبر، ما هو ده القانون. فبالتالي ده نص ال 12 6، انا بحسب من غير كالكوليتور، هو الكالكوليتور كده كده هتطلعها لك. نص ال 12 6 يبقى 6 تايمز افوكادروز نمبر، يعني هتطلع 36 اهيت. 6 في 6 ب 36، واتاكدت انها تايمز 10 باور 23، هي دي الرايت تشويس. تمام. وعلى الكالكوليتور بتطلع نفس الرقم. وين 1 مول اوف ايثين، فانا مش عارف مين الايثين ده، دي ميه وده كربون دايوكسيد ودي اكسجين، فاكيد هو ده الايثين. بيرن according to the equation what is the total number of moles of gases and vapor present and at the end if the mixture contain 1 مول من الايثين و4 مول من الاكسجين. طيب في حل سهل وفي حل بالخطوات. انا هحل الحل البديهي الاول اللي انا بمجرد النظر اقدر اجيبه. ايه الحل اللي بمجرد النظر؟ انا والله شايف اهو ان الواحد، خليني اكتبها لك هنا بشكل اوضح، C2H4 بيتفاعل مع 3 اكسجين علشان يطلع اهوت 2 كربون داي اوكسيد و2 ميه. فالواحد مول اهوت اهو بيتفاعل مع 3 مول علشان يطلع 2 مول من الراجل ده و2 مول من الميه. تمام. طبعا خلينا اكتبها ايكويشن طيب عشان ما نتلخبطش في الاثنين. ماشي اهو بالمنظر ده بلس. ماشي. فانا شايف والله ان الواحد من السي 2 اتش 4 بياخد 3 من الاكسجين علشان يطلع 2 و2، فالواحد بياخد 3 ويطلع 2 و2. هو بيسالني على التوتال نمبر اوف مولز اللي موجوده في الاخر يعني في اخر الرياكشن. تمام. فبالتالي انا شايف اهو ان الواحد لما بياخد 3 بيخلصوا ويطلع 2 و2، يعني يطلع 4. هو حط واحد من الايثين اهو، ده الفاكت ده الجديد بقى، الجديد اهو، حط 1 مول من الايثين و4 من الاكسجين، 4 مول اهو. هو الواحد بياخد كام؟ الواحد بياخد 3، حطيت له انا 4 هياخد منهم 3، يبقى الواحد يعني الاربعه دول هيتقسموا في 3 منهم هيتفاعلوا وفي واحد مش هيتفاعل اهو.
يعني الواحد ده هو بيريمين، يعني الكمية دي خلصت، التلاتة مع الواحد دول خلصوا، والواحد ده هيريمين. الواحد لما ياخد التلاتة بيطلعوا اتنين واتنين، صح ولا ايه؟ ما ده الطبيعي، الواحد لما ياخد تلاتة هيطلع اتنين واتنين. فانا طلع عندي الاتنين والاتنين وواحد متبقي، فيبقى التوتال 5 مول. شفت حل بسيط ازاي بالبديهية؟ ان والله انا شايف مجرد النظر هو الراجل مديك المول علشان تستخدمها بمجرد النظر من غير حسابات اهي. تمام. ولكن انت ممكن تحلها بطريقه تانية، limiting reactant to excess، وانا هحلها معاك اهي بالطريقه التانية. بسم الله. فنقوم قايلين والله ان في الطبيعي limiting reactant to excess، ان في الطبيعي احنا هنعمل C2H4 مع الحاجه اللي هو الدهاني، مع اي حاجه. انا هختار مثلا كربون داي اوكسيد، فوالله C2H4 هعمل ريشيو ما بينه وما بين اي حد من البرودكت، و 3O2 ونفس الحد من البرودكت 2CO2. فنقوم قايلين اهوت ان ال1 مول ده الطبيعي نعمل ريشيو بيتفاعل مع 2 مول، وهنا ال3 مول بيتفاعل مع 2 مول اهو، ونشتغل بقى. فبالتالي انت حطيت كمية قد ايه جديدة؟ الايثين هو حط 1 مول، يبقى ال1 مول هيخرج اكس، وهنا الاكسجين حط منه 4 مول، يبقى ال4 مول هيخرج اكس. فبالتالي اكس هنا ايكوال 1 تايمز 2 اوفر 1، يعني 2 مول، ونقوم عاملين كده اهو. تمام. وهنا اكس ايكوال 2 تايمز 4 اوفر 3، يعني 8 اوفر 3. طبعا 8 اوفر 3 رقم اكبر اهوت، 8 اوفر 3 يعني 2.6666، فاكس هنا ايكوال 2.66 مول. فطبعا واضح جدا مين الليميتنج رياكتنت. الليميتنج رياكتنت هو C2H4، يعني ده اللي حصل. فطبعا هنا هيتبقى جزء من الاكسجين. تمام. فلما يتبقى جزء من الاكسجين انت لازم تعرفه، فانا انت عايز اعرف الريميننج. بنعرف الريميننج ازاي؟ تعرف الكميه الرياكتد وبعدين الكميه الان رياكتد. فطبعا انت هتمشي في خطوات طويله، انا حليت المساله في وقت اقل، ولكن خلينا نكمل بنفس الخطوات عشان نبقى قلنا كل حاجه. احنا علشان نعرف الكميه الرياكتد اهو من الاكسس اللي هو الاكسجين اهو ده الاكسس، فنقوم عاملين ريشيو ما بين الاثنين رياكتنت C2H4 بيتفاعل مع 3O2، ونقوم قايلين الواحد مول في العادي بيتفاعل مع 3 مول. مين اللي اتفاعل بقى فعلا؟ اللي اتفاعل هو C2H4 ان هو 1 مول. فطبعا الواحد مول هيتفاعل مع قد ايه؟ هيتفاعل الاكس دي هتكون 3 مول. فبالتالي الريميننج اللي هيتبقى ده، بص احنا لفينا الكرة الأرضية علشان نجيب نفس الناتج. الريميننج هو الكمية اللي انت كنت حاططها الأول اللي هي 4 ماينس الكمية اللي اتفاعلت اللي هي 3، ماشي، يطلع معاك 1 مول. بس كده، ده اللي هيتبقى من مين؟ من الأكسجين. لكن انت ما قلتش مين اللي طلع بقى. ما هو في كربون داي اوكسيد طلع اتكون، احنا اوريدي حسبناه اهوت اللي هو 2 مول، والميه هتطلع زيه بالظبط، لان الواحد من الC2H4 بما انه بيطلع 2 كربون داي اوكسيد وبيطلع 2 ميه، فلما احط واحد ما هو الواحد هيطلع نفس النتائج. فبالتالي يبقى التوتال 5 زي ما اتفقنا، وصلنا لنفس الناتج. تمام. بعد كده ندخل على السؤال نمبر 9. تمام. خليني بس انا مش عايز امسح حاجه علشان ان شاء الله نبعت لكم الPDF. ماشي. ممكن نحل المساله دي هنا. بيقول لك CaCO3 بيتفاعل مع 2 من النيتريك اسيد علشان يطلع الحاجات دي. فبيقول لك if 0.08 مول من النيتريك اسيد، جميل قوي، is added to 0.05 مول من الكالسيوم كربونيت، او يعني حط اداني الاثنين جيفن، يبقى ده limiting reactant. which of the following is correct after the reaction end؟ وبيسألني على كمية الكربون داي اوكسيد البروديوسد والكالسيوم نيتريت البروديوسد والووتر بروديوسد والHNO3 remain unreacted، يعني هو اللي هيطلع limiting. فبالتالي احنا هنعمل بدل ما اعمل ريشيو مع كل واحد من البرودكت، احنا هنكتب الايكويشن كلها كده اهو. ادي يا سيدي كالسيوم كربونيت بيتفاعل مع 2HNO3، ماشي، علشان يطلع كالسيوم نيتريت مع H2O مع كربون داي اوكسيد، ونعمل ريشيو. ادي الواحد مول اهوت بيتفاعل مع 2 مول علشان يطلع 1 مول من ده النورمال، 1 مول، وهنا 1 مول برضو. هو حط كمية قد ايه؟ حط كمية جديدة خالص 0.08 مول من النيتريك اسيد
و0.05 مول من الكالسيوم كربونات. فانا محتاج اعرف مين فيهم الليميتنج رياكتنت. مظبوط ولا ايه؟ علشان نعرف مين الايكويشن الصح. في طريقتين، في الطريقه اللي هي التقليديه اللي احنا بنشتغل بيها، وفي طريقه اللي هي بالذكاء كده ان انت تجيبها بعينك. ايه اللي اجيبه بعيني؟ انا فاهم الموضوع بقى. هو الواحد من الكالسيوم كربونات بيتفاعل مع، بياخد 2 من ال HNO3. يعني الواحد بيتفاعل مع 2، يعني الواحد بيتفاعل مع ضعف كميته، والكالسيوم كربونات بيتفاعل مع ضعفه HNO3. فهو حط الكمية الجديدة 0.08 مول من النيتريك اسيد، وهنا 0.05 سوري من الكالسيوم كربونات. المفروض ان 0.05 يتفاعلوا مع ضعف كميتهم، صح ولا ايه؟ ضعف كميتهم، لان الواحد بيتفاعل مع 2. فاحنا لو تخيلنا ان احنا مش شايفين ده اهو انا مش شايف ده، فالمفروض ال 0.05 دي تتفاعل مع كميه قد ايه؟ اهو لو انا اعمل كروس ملتبليكيشن 0.05 تايمز 2 اوفر 1، يعني المفروض يتفاعل مع 0.10 او 0.1. فبالتالي انا لقيت كميه ال HNO3 اقل، كميه ال HNO3 اقل، يعني هو الليميتنج رياكتنت. حد فاهم حاجه؟ طب خلينا نشطب على ده. المفروض النيتريك اسيد يتفاعل مع قد ايه؟ فنقوم قايلين والله 0.08 تايمز 1 اوفر 2 اهو اوفر 2، يطلع معايا المفروض الكميه اللي هيتفاعل معاها كام؟ 0.04. 0.04 وانت حاطط له، مش حاطط له 0.04 ده، انت حاطط له 0.05. يبقى هو ده الاكسس، بس كده اهو، لان ده زياده منه اهو، وده الليميتنج. فعلى طول انا هسترشد ببيانات مين؟ ببيانات ال HNO3 ده اللي حصل ولا الاكسس؟ طبعا الاكسس ما حصلش، ده مع السلامه كده اهو، مع السلامه. فبالتالي لما نيجي نعمل ريشيو مع البرودكت، انا عايز اعرف البرودكت اللي اتكونت، هتقارنها بقيمه ال HNO3 مش بالكالسيوم كربونات. فبالتالي الاتنين مول بيخرجوا 1 مول، فالكميه دي هتخرج قد ايه؟ فنعمل كروس ملتبليكيشن، فتعمل 1 تايمز الرقم ده ديفايدد ده، هيطلع معاك 0.04 مول. تمام. طيب والميه الواحد، ما هو الاتنين برضو بيخرج واحد، فهيخرج نفس الرقم من ده من الميه اهوت. لو انت عايز تعمل كروس ملتبليكيشن 1 تايمز 0.08 اوفر 2. وبرضو الكربون داي اوكسيد برضو بيخرج منه 1 مول، يعني 1 تايمز الرقم ده ديفايدد 2 0.04 مول. جميل. يبقى بالتالي هو دي الكميه اللي هتتم. واقول لك حاجه، والكالسيوم كربونات هيتبقى منه جزء، الجزء اللي هيتبقى اقدر اعرفه كمان، بس هو ما طلبهوش في الاختيارات. فبيقول لي هل هيتكون 0.05 مول من الكربون دايوكسيد؟ لا، هيتكون 0.04. طيب 0.08 من الكالسيوم نيتريت از بروديوسد؟ لا، الكالسيوم نيتريت 0.04. طيب 0.04 من الووتر؟ ايوه 0.04 من الووتر هتتكون. طيب ال HNO3 هيتبقى منه unreacted؟ يا راجل ده هو الليميتنج اصلا. طب لو انا كنت عايز اعرف الليميتنج رياكتنت من الاول، هتعمل الكالسيوم كربونات مع اي حد من البرودكت، وال HNO3 مع اي حد من البرودكت، والاقل هيبقى الليميتنج، وتقوم عامل الاقل ده ريشيو مع كله. طبعا الاقل هيطلع النيتريك اسيد، ولكن جبتها بالطريقه ديت دلوقتي اهيت. النيتريك اسيد هو عامل ريشيو ما بينه وما بين كل واحد من البرودكت، عشان يعرف هيطلع من ده قد ايه، ومن ده قد ايه، ومن ده قد ايه، وبالتالي تبقى الرايت تشويس سي. طيب بعد كده السؤال ده بيقول لك when 1.36 جرام of XCl2 react completely with 20 milliliter of sodium hydroxide solution of concentration 0.5 molar to form X. واحدة واحدة. هو بيقول لك اهو ال XCl2 ده بيتفاعل مع ال NaOH علشان يطلع حاجة اسمها XOH by 2 ويطلع NaCl، وعايز يعرف مين X ده. فبيقول لك اهو ال XCl، معلش هو بيسأل على مين؟ XCl2 اهو، XCl2 اهو حاطط تحته خط، بيرياكت كومبليتلي مع 20 مللي من ال NaOH والكونسنتريشن بتاعهم كذا. طب ما انا اقدر اطلع من الفوليوم ده والكونسنتريشن ده النمبر اوف مول بتاع الصوديوم هيدروكسيد. فبالتالي طبعا احنا مش بنشتغل بالملي، بنعمل ديفايدد 1000. ادي قدام عينك اهوت ديفايدد 1000. طلع معايا كام؟ طلع معايا 0.02 لتر اهو، 0.02 لتر، وقمت شطبت دي كأني ما شفتهاش. ماشي. فبالتالي النمبر اوف مول بتاع الصوديوم هيدروكسيد، النمبر اوف مولز بتاعته ايكوال كام يا فندم؟ ايكوال 0.5 تايمز 0.02 اللي هي الام في الفي، يطلع معايا 0.01 مول. 0، خليني اكتبها لك معلش قانون اهيت، الام تايمز الفي اللي هي 0.5 تايمز 0.02 اللي هي تطلع معايا 0.1 مول. مظبوط؟ لا 0.01.
ماشي 0.01 مول. جميل قوي. ده كده بالنسبه لمين؟ ده النمبر اوف مول بتاع الصوديوم هيدروكسيد. فبالتالي بيقول لك تو فورم اكس او اتش باي 2. كده الجيفن اللي هو اداهوني على مين؟ اداهوني على الاكس سي ال 2 وعلى الاثنين ان او اتش. فبالتالي انا اقدر اعمل ريشيو ما بينهم. يلا نعمل ريشيو. ادي يا سيدي الاكس سي ال، نعمل ريشيو ما بينه وما بين الصوديوم هيدروكسيد اللي هو 2 ان او اتش، طبعا من البالانسد ايكويشن. ماشي، يبقى كده الواحد مول بيتفاعل مع 2 مول. الكميه اللي معايا دي انا ما اعرفش هي كام مول، ولكن هو ماس، فالماس بتبقى اوفر المولر ماس تطلع لي النمبر اوف مول. يعني النمبر اوف مول بتاع الراجل ده اهو، النمبر اوف مول، خلينا نحسب كده النمبر اوف مولز اوف اكس سي ال 2 ايكوال الماس بتاعته اللي هي 1.36. ماشي 1.36 اوفر المولر ماس. المولر ماس هي في اكس، فانا مش عارف اكس دي بكام، وبالتالي هنكتبها زي ما هي اكس اهي بلس السي ال الاتنين، طبعا الواحده ب 35 ونص، سي ال ايكوال 35.5. ماشي الاتنين منهم هيبقى 71. فبالتالي كده انا هكتبه زي ما هو كده، الرقم ده كله كده زي ما هو كده هكتبه هنا. ليه؟ لان هو ده النمبر اوف مولز اللي معايا، ما انا هتعامل بانون لانه انون بالنسبه لي، ما انا عايز اعرفه. فبالتالي 1.36 اوفر اكس بلس 71 يتفاعل مع كام مول؟ طبعا هو حط لي انا مش فاكر حط لي قد ايه، لان او اتش هو اوريدي اتفاعل مع 0.01 مول او 0.01 مول بس كده. فبالتالي هو بيقول انا كأن عملت ايه، بقول الواحد مول بيتفاعل مع 2 مول، فال 0.01 مول من ال NaOH اتفاعل مع كميه قد ايه انا مش عارف اصلا ايه ده. فبالتالي كروس مالتيبليكيشن يطلع لك مين الراجل ده. فانا ممكن اعمل 2 ملتبلاي الرقم ده ايكوال 1 ملتبلاي الرقم ده، او ممكن نعمل ان الرقم ده ايكوال 1 ملتبلاي ده اوفر ده. فخلينا نشوف كده اهو، انا هعمل الاولى الثانيه اللي هي 1.36 اوفر البلقايه دي كلها على بعضها اكس بلس 71 ايكوال 1 ملتبلاي الرقم ده اوفر ده، يبقى 1 ملتبلاي 0.01 اوفر 2 مول. فبالتالي نقوم قايلين ايكوال كام؟ ايكوال كام؟ 0.01 اوفر 2 تطلع معايا 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يعني 0.005. انا بقدر اعرفها برضه عن طريق هي مش لازم، يعني انت ممكن لو كتبته هي صح عن طريق ان انا اعمل كده. تمام. فبالتالي لما ال1 بوينت انا ممكن بقى اشيل الرقم ده خالص اهوت، اشيله خلاص مش محتاجه. ماشي، واكتب ده هناك اهو 0.005. انا برضه عايز اعرف اكس. طب ما هي دي سهله، انت عندك قانون واحد بس، يعني تقدر تعمله شيفت سولف، تقدر تعمله بالماثيماتكس، بس انا هختار ان انا اعمله بالماثيماتكس. لو انت عايز تعمله شيفت سولف براحتك هتقدر تجيبها. ده الدينومينيتور بتاعه 1، يبقى 1 تايمز الرقم ده ايكوال الرقم تايمز ده، ولا خلينا علشان نوفر وقت اسهل ادي يا سيدي 1.36 ديفايدد اكس اللي انا معرفهاش بلس 71. على فكرة احنا كان ممكن نعمل ده من غير ما نطلع الرقم ده، يعني كان زي ما هو كده نقدر نطلعه ايكوال ماشي 0.005 شيفت كالك ايكوال تطلع معايا 201، يبقى اكس ايكوال 201. تمام اهي 201. طبعا دي مسألة تعتمد، يعني هي مسألة كالكوليشن اكتر، حسابية اكتر، تعتمد على فكرة ان انت تقدر تتعامل مع الاكس وتحطها زي ما هي كده وتتعامل عادي ما تخافش منها. تمام سؤال قوي بصراحة. ماشي، ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. بيقول لك all of the following compounds have the empirical formula CH2O except. طيب واحدة واحدة. طبعا الريشيو هنا 1 2 2 2 1 جميل قوي. هنا CH2O ما انا هجمع كله بقى CH2O، هل ده CH2O؟ ايوه يبقى ده ينفع، مش ده الاكسبشن اللي عايزينه. طيب هنا C2H4O2 ماشي، ده كده 1 2 2 2 1 برضو، ما هو انا لو بسطتها يعني هتبقى CH2O عن طريق ان اعمل ديفايدد 2. هل نفس الامبريكال؟ ايوه. طب اللي بعده فك بقى، فك C2 الاو في منها 2 ملتبلاي 2 يبقى 4
CO4H2. اعمل ديفايدد 2 هتطلع معاك CO2H. هل ده هو ده؟ طبعا لا، يبقى هو ده الاكسبشن. طيب هنا C6H12O6 لو عملنا ديفايدد 6 هيطلع معاك CH2 اهوت O. هل ده هو ده؟ ايوه، فبالتالي الاجابه الصحيحه C. طيب ندخل بعد كده على 21. بيقول لك a cup containing 230 milliliter of a solution of concentration 0.275 molar. ماشي، يبقى ده فوليوم ودي مولاريتي was placed on hot surface. يا سلام يا سلام. فانا هرسم كوبايه واكتب عليها البيانات بتاعتي دي علشان ما تهش. فهو بيقول لك اهو ان هو كله على بعضه 230 مللي، فانا ما بعترفش بالارقام ديت، انا بعمل ديفايدد 1000. ماشي، ده الرقم بتاعي اهو بالليتر، والكونسنتريشن بتاعه 0.275. ماشي. بس بما انه بيسأل بالملي خلينا نكتب الرقم بالملي ونبقى نحاول في الاخر اذا احتاجنا. ماشي، يبقى 230 مللي. المهم ان هو بيقول لك حطيناه على هوت سيرفيس. هوت سيرفيس اهو. ماشي، هوت سيرفيس. فافتر سام تايم اتس كونسنتريشن اكيد هيزيد اهو. الكونسنتريشن كالرقم زاد. ليه زاد؟ لان في ميه اتبخرت. فالميه لما اتبخرت اهي كميه الميه اهي قاعده عماله بتقل. كميه الميه قاعده عماله بتقل. فطبعا هو بيقول لك what is the volume of solvent evaporated from the concentrated solution. فطبعا والله الرول سواء concentration او dilution ال M1 V1 equal ال M2 V2. فده ال M1 بتاعي، ده ال M1 بتاعي اهو M1. طيب سوري انا اسف، ده V1 ده الفوليوم الاولاني. الفوليوم الاولاني، وده الكونسنتريشن الاولاني، ده الكونسنتريشن التاني. تمام، يبقى هو كده بيسأل على، خلينا نشوف احنا نقدر كده نجيب الفوليوم التاني. فطبعا لازم نحول، يبقى الفوليوم التاني اهوت ايكوال M1 V1 over M2. فنقوم قايلين ايكوال M1 ايكوال 0.275 تايمز V1 قلنا بقى ايه، هنعمل ديفايدد 1000 اللي هي تطلع معاك 0.23. او تعملها على الكالكوليتر ديفايد 1000، بس انا عايز اكتبها هنا. ماشي اهي 0.23 لتر، احنا بنشتغل بالليتر. ديفايدد M2 اللي هو 1.29. يبقى احنا كده هنحسب الفوليوم الثاني، يعني الفوليوم اللي احنا هنوصل له بعد ما الميه اتبخرت. فبالتالي اهوت خلينا نشوف 0.275 تايمز 0.23 over 1.29 يطلع معايا كام اهو، طلع معايا 0.049 لتر. جميل. فبالتالي ده كده الفوليوم التاني. فانا لو عايز ارسمه اهوت اهو، يعني احنا كده كنا 230 ملي، بقينا كام ملي؟ خلينا نشوف كام ملي دلوقتي. ماشي، بقينا كام ملي؟ طبعا كمية المية هتقل لان احنا بخرنا. فبالتالي لو عرفنا كده الرقم ده بالملي 1000 تايمز 1000 عشان احوله لملي، طلع معايا 49 ملي تقريبا اهو، 49.03 اهو، 49.03 ملي لتر. يبقى خلاص دي الحالة الأولانية، دي الحالة التانية. تمام، اللي احنا وصلنا لها. فبالتالي هو بقى عايز يعرف ايه؟ هو بيقول لك وات از ذا فوليوم اوف سولفنت ايفابوريتد، الكميه اللي اتبخرت. يبقى لما انت كان معاك 230 بقوا 49، يبقى انت بخرت قد ايه؟ خلينا نشوف كده. 230 ماينس انس ماينس الانسر ديت. ماشي، يطلع معايا كام؟ يطلع معايا 180.9 ملي، اللي هي تقريبا 181 بالتقريبه اهيت. تمام، يبقى انت بخرت 181 ملي. هي عكس عمليه الدايليوشن، عمليه كونسنتريشن، ولكن الثابت هو القانون M1 V1 equal M2 V2 before وافتر. وكمان التركايه التانية في ان انت تبقى عارف ان هو بيسأل على الكميه اللي اتبخرت مش الكميه اللي اتبقت، لان انت لو طلعت الرقم ده ورحت اخترته هيبقى غلط. هو بيسأل على الكميه السولفنت evaporated. جميل، سؤال حلو. طيب ندخل بعد كده على السؤال نمبر 22. بيقول لك what is the number of moles contained in 70 جرام of sulfur vapor. طبعا هو بيسأل على النمبر اوف مول، ده سؤال عبيط قوي. هو الماس على المولر ماس، يبقى 70 اوفر السلفر فيبور ب 32، واحنا عندنا 8 منهم، يبقى 8 تايمز 32 يبقى 256 اهو 256
فاحنا كده هنطلع النمبر اوف مول 70 ديفايدد 256 يطلع معايا 0.27 موجودة اهي. تمام. بعد كده السؤال نمبر 24 بيقول لك from the appearance of some flashes on the side of the screen before placing the gold foil in the Rutherford's experiment. يعني ظهرت على السايد، يعني هي كانت ظاهرة في مكان، لا ظهرت على ناحيتينه، فطبعا ده كده معناه ان هو حصل ديفليكشن. ماشي. فبيقول لك it concludes that طبعا الديفليكشن ان هي النيوكليوس بوزيتيف، كل الطرق تؤدي الى روما. نيوكليوس كاريز بوزيتيف تشارج صح، نيوكليوس كاري نيجاتيف تشارج غلط، الكترون كاري نيجاتيف تشارج مش هي دي اللي اكتشفناها بسبب الديفليكشن، الاتوم كاري بوزيتيف تشارج مفيش حاجه اسمها الاتوم كاري بوزيتيف تشارج، الاتوم نيوترال، طبعا غلط. فبالتالي الاجابه الصحيحه هي ايه؟ طيب بعد كده السؤال نمبر 25 The total number of ions produced from dissolving 1 mole من الألمنيوم سلفيت in water represent كام افوجادرو؟ فطبعا والله الراجل ده يقدر يطلع كام ايون، ده احنا كنا عاملين لها فيديو لوحده دي انا فاكره، مهارات الحل. فبالتالي 2 من الألمنيوم و3 من السلفيت يبقى التوتال 5 مول من الايون اهو، 5 مول ايون. فبالتالي هو بيقول لك كام افوجادرو بقى، يبقى 5 افوجادرو، هو بيسألك على الايون مش النمبر اوف مول بتاع الايونز. ماشي. فبالتالي يبقى 5 تايمز 5 تايمز، لو انت بتسأل على النمبر اوف ايونز ان ا كومباوند يبقى 5 تايمز المولز بتاعت الكومباوند، 1 مول اهوت، يبقى 5 تايمز 1 تايمز افوكادرو. طيب بعد كده السؤال نمبر 26 بيقول لك دكتور ريكومند taking فيتامين سي during الكولد داي، how many moles of vitamin C الكيميكال فورمولا بتاعته كده are present in sample with mass كذا. طبعا برضو سؤال هدايا، النمبر اوف مولز اهو، النمبر اوف مولز هي الماس على المولر ماس، الماس بتاعتي 528، المولر ماس هي دي التركايه في المساله C6H8O6 ولا تركايه ولا حاجه، احنا يعني رجاله في الموضوع ده. الكربون ب 12 يبقى 6 تايمز 12 ماشي، بلس الهيدروجين ب 1 يبقى 8 بلس 6 تايمز 16 ماشي. هات الرقم ده كله كده حطه هنا، هو ده عشان نحسبها مره واحده يعني، هو ده المولر ماس ماشي، ديفايدد 6 تايمز 12 بلس 8 بلس 6 تايمز 16 يطلع معايا 3 مول اهو، 3 مول. فكده انت معاك 3 مول. طيب بعد كده السؤال نمبر 27 بيقول لك regarding the volume regarding the following two statements the first to discover أول من اكتشف the presence of positive charge in the atom was the discoverer of the nucleus. يعني أول واحد اكتشف النيوكليوس اللي هو رادرفورد، هو أول من اكتشف إن في بوزيتيف تشارج في الأتوم. لأول وهلة هتروح تقول إن الكلام ده صح ماشي، ولكن الكلام ده غلط. ليه بقى الكلام ده غلط؟ لأن الشخص اللي اكتشف إن في بوزيتيف تشارج في الأتوم مش هو نفس الشخص، مش أول من اكتشف الأتوم هو اللي اكتشف النيوكليوس، لأ. لأن أنت عندك كان قبل كده، قبل رذرفورد على طول، كان في واحد اسمه تومسون. هو تومسون ما كانش يعرف إن في بوزيتيف تشارج جوه الأتوم، كان يعرف إن في بوزيتيف تشارج جوه الأتوم، ده كلامه بالتفصيل كان إن هو عندها يونيفورم بوزيتيف تشارج امبيدد جواها الكترونز صح. فبالتالي مش هو اللي اكتشف النيوكليوس. فسؤال بص الحته دي بصراحه هي توقع يعني اي حد ما ياخدش باله منها، ان فكره ان هي في بوزيتيف تشارج في الاتوم فهي دي النيوكليوس والنيوكليوس بوزيتيف تشارج، لا. هو بيقول لك اول واحد اكتشف ان في بوزيتيف تشارج هو اللي اكتشف النيوكليوس، لا. احنا تومسون هو كان عارف ان في بوزيتيف تشارج علشان هي كلها على بعضها نيوترال، فبالتالي الجمله دي غلط. تاني حاجه the first to discover the presence of negative charge in the atom اللي هو تومسون برضه، ما هو اول واحد اكتشف ان في الكترونز. was the first to discover ان الاتوم الكتريكالي نيوترال صح كده، ده كلام صح. فبالتالي طبعا الفيرست از رونج والسكند از كوريكت. سؤال بصراحه هو يوقع يعني، يخليك تركز جدا وانت بتقرا وتترجم وتفهم الكلام. بعد كده السؤال نمبر 28 بيقول لك from the reaction 2NH3 ماشي ان شاء الله خير. what is the volume at RTB of nitrogen gas؟ يبقى هو بيسألني على النيتروجين جاز produced when كمية معينة من الأمونيا react مع اكسس من الكبر، طبعا اكسس ما بنشوفش اللي بعدها، يبقى هو مديني الأمونيا، يبقى هنعمل ريشيو عادية 2NH3 ريشيو مع النيتروجين ونقول ان الاتنين مول بيخرجوا 1 مول، هو الجيفن بتاعي على الأمونيا. فطبعا الأمونيا
هو مديني ماس، فانا عايز اعرف النمبر اوف مول. فالامونيا NH3 المولر ماس بتاعتها 14 بلس 3 ايكوال 17، يبقى 8.5 ديفايدد 17 علشان نعرف النمبر اوف مول. 8.5 ديفايد 17 يطلع نص مول، يبقى المولز بتاعت الامونيا اهو ايكوال 0.5 مول. فنقوم حاطينها هنا بالمول 0.5 مول يخرجوا كميه قد ايه من النيتروجين. فنقوم قايلين والله ان الاكس ديت ايكوال اهي 1 تايمز الرقم ده اوفر 2، فطبعا نص على الاتنين فيها الربع. سوري 0.5 اوفر 2 فيها الربع، ده كده ربع ايه؟ ربع مول. طيب هل هو عايز النمبر اوف مول؟ لا، هو عايز الفوليوم ات ار تي بي. سهله خالص يا راجل، اقدر اجيب الفوليوم عادي. يبقى الفوليوم اهوت في الار تي بي هو 0.25 تايمز الار تي بي يعني 24، يطلع معايا كام بالظبط؟ ربع ال 24 6 لتر. بس كده. فيبقى رايت تشويس 6. طبعا انت لو ما خدتش بالك من ار تي بي هتختارها 5.6، فبالتالي ركز جدا في النقطه دي. ان شاء الله تكون ركزت، يعني هو الامتحان خلص خلاص. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعده. بيقول لك element x، طبعا السؤال ده بالنص من كتاب المعاصر في اسئله الهاي ليفل وحليناه مع بعض كمان في حصه ريفيجن. element x atomic mass بتاعته 32 جرام والالكترونيك كونفيجريشن بتاعه 286. فطبعا 286 ده السلفر، احنا وزعناه 286 يبقى هيجين 2، يبقى الاكس ده الفالنسي بتاعه اهو بنيجاتيف 2 على طول. اما الاتوميك ماس بتاع واي ايكوال رقم معين ماشي، والالكترون كونفيجريشن 287 ده كده 17 ده الكلورين. المهم يعني ان هو بيجين 1 ده واي، فواي كده بنيجاتيف 1. فهو بيقول لك وات از ذا مولر ماس اوف كومباوند فورمد باي كومبايننج اكس وواي. فطبعا اكس وواي هنبدل الفالنسي، اكس الفالنسي بتاعها ب 2 تتحط تحت الواي، والواي الفالنسي بتاعها ب 1. شوف لي كده بقى الليله دي كلها بكام. فالاكس اهي ب 32 بلس الواي ب 35.5، فعلا ده رقم الكلورين. 2 تايمز 35.5 يطلع معايا كام بقى؟ بسم الله، 71 بلس 32 يطلع معايا 103. تمام. بعد كده السؤال نمبر 31. Two samples of gases من الأكسجين and الهيدروجين have the same volume. have the same volume. بما ان عندهم نفس الفوليوم، ده بص هتلاقيهم ايكوال في حاجات كتير يعني مش. فهو بيقول لك هل ايكوال في النمبر اوف مول؟ طبعا طالما ايكوال في الاس تي بي فبالتالي هو نفس النمبر اوف مول، لان احنا قلنا والله طالما سيم فوليوم يبقى ايكوال في النمبر اوف مول وايكوال في النمبر اوف موليكيول. فبالتالي نمبر اوف مول صح، واللي بيختارها بسرعه وما يستبعدش للاسف هيغلط. طبعا مش ايكوال في الماسز. لو احنا افترضنا ان ده 1 مول يعني فده هيبقى 2 جرام، ده 32 جرام، طبعا غلط. مش بيبقوا ايكوال في الماسز ولكن ايكوال في النمبر اوف موليكيول. ده افوكادروس بيستوليت، طالما سيم فوليوم يبقى سيم نمبر اوف موليكيول او سيم نمبر اوف مولز، فبالتالي A and C together. دي حاجات نظري وحفظ. بعد كده السؤال نمبر 32. What is the number of moles of cations in 1000 milliliter of potassium sulfate solution of concentration 0.2 molar؟ واحدة واحدة. هو بيسألني على النمبر اوف مولز ومديني فوليوم ومديني كمان concentration. طب ما دي سهلة، M تايمز ال V. بس طبعا ال V هنحوله الليتر يعني 1 لتر، يبقى هو نفس الرقم ده. ما هو M تايمز ال V يطلع لك النمبر اوف مولز، بس هو بيسألك على النمبر اوف مولز اوف كاتاينز. لو ما خدتش بالك من دي فانت هتغلط على طول وتقول لي 0.2 تايمز 1 يطلع 0.2 تختارها، ولكن الراجل بيسألك على الكاتاين. فنقوم قايلين خلاص البوتاسيوم سلفيت طبعا كاتاين يعني بوزيتيف ايون. كده الكونسنتريشن انا اقول والله ان المولاريتي بتاعه البوتاسيوم سلفيت او بتاعه بوتاسيوم سلفيت K2SO4 كلها على بعضها ايكوال الام تايمز الفي. سوري انا اسف، انا بتكلم على النمبر اوف مولز، يعني النمبر اوف مولز مش المولاريتي. المولاريتي نمبر اوف مولز اهيت هي الام تايمز الفي، فالام ايكوال 0.2 تايمز الفوليوم ايكوال 1 يعني 0.2 مول. يبقى انا كده معايا كام مول؟ 0.2 مول بس كده. فانا بقول لمعاليك K2SO4 احنا بنسأل على الكاتاين عدد المولز بتاعه، فبالتالي انت عارف نمبر اوف مول اوف ايون ان ا كومباوند هتعد الايون اللي هم 2 تايمز المولز بتاعت الكومباوند اللي هي 0.2 يعني 2 تايمز 0.2 ايكوال 0.4. وفي طريقه تانية ان انا اقول له والله الراجل ده جواه 2 من الكي بوزيتيف، ما هو ده الكاتاين، فالواحد مول بيبقى جواه 2 مول. يبقى
ال 0.2 مول اللي انت قلتهم لي دول هيطلع قد ايه؟ 2 تايمز 0.2 اللي هي هتطلع 0.4 برضو. كل الطرق تؤدي الى روما. طيب بعد كده السؤال نمبر 33. 1 مول من الهيدروجين جاز contain each of the following except 1 مول من الهيدروجين جاز H2 هل هو عبارة عن 6.02 times 10 power 23 موليكول؟ والله كلام صح. ما هو ال 1 مول هو فيه افوجادروز نمبر من الموليكول. طيب هل هو عبارة عن 2 جرام؟ والله كلام صح، لأن ال H2 هي الواحدة ب 1 يبقى الاتنين ب 2. ده لوجيك خالص. طيب هل في 12.04 تايمز 10 باور 23 اتوم؟ مظبوط والله، لأن أنت عندك 2 اتوم موجودين جوه 1 مول. فلو عدينا الاتوم النمبر اوف اتوم تايمز المولز بتاعت الكومباوند 1 تايمز افوجادرو، اهو 2 في افوجادرو هو الرقم ده. تمام. 1 جرام هي باينه قوي بقى، يعني هي مش 1 جرام خالص، لان الهيدروجين H2 وانت بتقول لي ان هو في منه 1 مول، فالاتشال الواحده ب 1 انت اللي قايل اهو، يبقى الاثنين ب 2. طيب يبقى هو ده الاكسبشن. a quantity of magnesium chloride containing افوجادروز نمبر من الموليكول، فبالتالي ده كده 1 مول. ماشي. is dissolved in water to prepare 1 liter، على طول كده اهو. of magnesium chloride solution what is the concentration of anions. واحده واحده اقول لك الكونسنتريشن بتاع السوليوشن كله. والله الكونسنتريشن اهو الام بتاعت المغنيسيوم كلورايد اوف مغنيسيوم كلورايد MgCl2 ايكوال النمبر اوف مول اللي هو 1. ما هو ده كده هنحوله يبقى 1، وده هنحوله بالليتر يبقى 1، يعني 1 مولر. فانت بتسالني على الاناينز، اللي ما بياخدش باله من كلمه الاناينز ديت بيروح في الشلاحات، يعني لو اخترت 1 كده مع السلامه، لان هو بيسالك على حاجه محدده. فبالتالي نقوم قايلين له والله المغنيسيوم كلورايد اطلع لك الاناين من جواه. الاناين ده اللي هو الكلورين، الكلورايد بقى يبقى 2Cl نيجاتيف، يبقى ال1 مول بيطلع 2 او جواه 2Cl. فبالتالي التركيز بتاع المغنيسيوم كلورايد 1 مولر، يبقى الكونسنتريشن بتاع الكلورايد ايون كام مولر؟ فاكس ايكوال 1 تايمز 2 اوفر 1، يعني 2 مول، 2 مول بير لتر اللي هي مولر برضه. تمام. يعني احنا بنأكد في كل مسألة في الامتحان ده ان كلمة بتغير اجابتك، غير كلمة ما بتاخدش بالك منها تغير معنى السؤال، تغير اجابتك. from the unbalanced equation below، فخلينا نعمل لها بالانس طالما هي unbalanced. واحد ار بي اللي هو اسمه روبيديوم خرج 2 فحطيت 2 هنا. طيب هنا 2 اكسجين خرجوا واحدة فحطيت 2 هنا. فالروبيديوم كده بقى في منه 4، فقمت ماسح الاتنين دي وقمت حطيت 4 هنا. بس كده. بيقول لي وات از ذا ماس اوف روبيديوم اوكسايد، هو ده الروبيديوم اوكسايد بروديوسد وين 1.98 جرام من الروبيديوم. ماشي. رياكت ويز اكسس اوف اوكسجين، يعني كانه ما شافش الاكسجين، فبالتالي احنا هنعمل ريشيو عاديه خالص. ادي 4 روبيديوم بيطلع 2 روبيديوم اوكسايد. ماشي. 4 مول اهيت بتطلع 2 مول. يبقى الجيفن بتاعي على ايه؟ على الروبيديوم. فطبعا هو مديني ماس، فاحنا عايزين نعرف كده النمبر اوف مولز، فاحنا هنقوم حاطينها على طول كده 1.98 اوفر 85.5 مول، ما هي دي الماس اوفر مولر ماس، يطلع اكس بقى، اكس مول. فنشوف كده الاكس مول هتطلع قد ايه. بسم الله. ادي يا سيدي 2 تايمز، ونعمل كده فراكشن جديده 1.98 اوفر 85.5. ماشي. يبقى يعني في الاخر 2 تايمز الرقم ده ديفايدد 4 بقى. ماشي. يطلع معايا رقم هلامي خالص، فانا هاخده كفراكشن على طول. يبقى النمبر اوف مول هو 11 اوفر اهو 11 اوفر 950 مول. ماشي. ده كده النمبر اوف مول بتاع الروبيديوم اوكسايد. هو عايز الماس، اهو بيقول لي وات از ذا ماس اوف روبيديوم اوكسايد. فطبعا انا معايا النمبر اوف مول هنعمله ملتبلاي المولر ماس اهو المولر ماس. المولر ماس بتاعت الروبيديوم اوكسايد 2 في الروبيديوم يبقى 2 تايمز 85.5 بلس الاكسجين ب 16. ماشي. نعمله بقى ملتبلاي الرقم الهلامي اللي طلع ده على طول اهو ملتبلاي المولر ماس اللي هي 2 تايمز 85.5 بلس 16، فيطلع معايا بسم الله طالع معايا 2.16. فانا شايف 2.17 اهي approximate، فيبقى هي دي الرايت تشويس. طيب ندخل بعد كده السؤال اللي بعده. بيقول لك when 2.2 جرام of sample of compound X is burned in excess of oxygen
4.4 جرام من الكربون دايوكسيد and 1.8 جرام من الووتر ار فورمد. طبعا بيسأل على الامبيريكال فورمولا. المسألة دي احنا خدناها وحلينا عليها وعملنا لها شرح. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل. طبعا انت عارف طالما بيسأل على الامبيريكال فورمولا وهو مديك السامبل، فانا السامبل مش عارف هي فيها ايه، فغالبا هي السامبل دي طالما طلعت كربون دايوكسيد ووتر يبقى هي اورجانيك، فبالتالي هي جواها كربون وجواها هيدروجين. تمام. فنقوم عاملين كده اهوت، وادي المولز. ماشي، المولز والريشيو. انا جاهز اهو بالشغل بسم الله. فطبعا انا مش معايا الكربون، لا انت معاك الكربون. عرفت منين ان انا معايا الكربون يا دكتور حبيب قلبي؟ انت اكس اهو اتفاعل مع الاكسجين. ماشي، واما خرج كربون داي اوكسيد ووتر فيبور. هو بيقول لي معاليك الكربون داي اوكسيد طلع منه قد ايه اهو 4.4 جرام. طب ما ده انت تقدر تعرف منه النمبر اوف مولز، واحنا اتفقنا ان النمبر اوف مول بتاعت الكربون داي اوكسيد هي النمبر اوف مول بتاعت الكربون اللي موجوده هنا، لان كميه الكربون داي اوكسيد لو انا كان عندي 1 كربون هيخرج 1 كربون داي اوكسيد، لو عندي 2 كربون هيخرجوا 2 كربون داي اوكسيد. خلينا نشوف الكربون داي اوكسيد اللي طلع قد ايه. فطبعا هو مديني ماس، فانا بعمل الماس ديفايدد المولر ماس اللي هي 4.4 ديفايدد المولر ماس بتاعت الكربون داي اوكسيد. الكربون ب 12 والاكسجين ب 16، ف2 في 16 ب 32 تايمز 12 ايكوال 44 سوري بلس 12، يعني ده عباره عن 0.1 مول. واحنا كان عندنا قانون بيقول ان المولز بتاعت الكربون ايكوال المولز بتاعت الكربون داي اوكسيد، فالكربون كده انا عندي منه 0.1 مول، صح ولا ايه؟ طيب بالنسبه للووتر علشان نجيب الهيدروجين منها، هو بيقول لي ان الووتر ايكوال 1.8 جرام، فطبعا احنا هنعمل ديفايدد المولر ماس يبقى 1.8 ديفايدد 18 يطلع معايا 0.1 مول من الميه. بس طبعا ال 0.1 مول من الميه جواه 2 هيدروجين اهو، فيبقى عدد النمبر اوف مولز بتاعت الهيدروجين ده يعني قانون لوجيك قوي اللي هو القانون بتاع المولز اوف اتوم ان ا كومباوند ايكوال النمبر اوف اتوم اللي هم 2 تايمز النمبر اوف مول بتاعت الكومباوند اللي هي 0.1 يعني 0.2 مول. ماشي، طبعا الكلام ده احنا اشتغلنا عليه كتير يعني. فبالتالي هنعمل منهم ريشيو. بس قبل ما اعمل منهم ريشيو، هو هنا انا شايف قدام عيني اهو ان في امبيريكال، كل الامبيريكال فورمولا فيها اكسجين مع ان هو ما قاليش، بس انا شايف ان فيها اكسجين، فبالتالي اكيد هيكون معايا اكسجين هنا. بس كده. طب انا هعرف منين النمبر اوف مول بتاعت الاكسجين؟ هو مش مدينا اي حاجه هنا، لا كنا بنشوف الماس، ما هو مديك الماس بتاعت السامبل كلها، هو مديك الماس بتاعت السامبل كلها، كنا بنعملها بالمنظر ده بالظبط. كنا بنقول والله ان سي اتش او سي اكس اتش واي او زد كلهم على بعضهم 2.2 جرام او 2.2 جرام. ماشي، لو انا عرفت الاتش والسي بكام اقدر اعرف الاو بكام. فالسي انا معايا النمبر اوف مول بتاعها، اعمل ملتبلاي المولر ماس عشان تعرف الماس بتاعتها، فبالتالي 0.1 تايمز 12 ده المولر ماس بتاع الكربون يطلع معاك 1.2 جرام. 1.2 جرام ده للكربون بس. ماشي، طب الهيدروجين برضو النمبر اوف مول تايمز المولر ماس بتاعها اللي هي ايكوال 0.2 جرام. ماشي، التوتال مع بعض ايكوال كام؟ 1.4 جرام. يبقى الاكسجين لوحده كام؟ بما ان الليله كلها اهو السامبل كلها 2.2 جرام، الاكسجين الكربون والهيدروجين 1.4، يبقى الاكسجين لوحده ايكوال 2.2 ماينس 1.4 يطلع معاك كام جرام؟ يطلع معاك اهي على طول 0.8 جرام. بس خلينا نعملها اهيت 2.2 ماينس 1.4. ماشي، لا طلع معايا 0.8 جرام. ده الماس بتاعت الاكسجين، احنا عايزين نمبر اوف مول، فيبقى 0.8 ديفايدد 16 لان ده الماس على المولر ماس. ماشي، ديفايدد 16 يطلع معايا 0.05 مول. بس كده، اعمل ريشيو وهات مسألتك عادي. فده نعمل ديفايدد نفسه لانه اصغر حاجه، ده 0.1 ده 0.2 ده 0.0، فبالتالي ده ديفايدد نفسه يطلع 1. 0.2 ديفايدد 0.05 يطلع معاك 4. ماشي، الكربون اللي هي 0.1 ديفايدد 0.05 تطلع معايا ب 2، يبقى C2H4O. ماشي، C2H4O. تمام كده. ندخل على المسألة اللي بعدها. بيقول لك two gases having equal volume and mass، يعني 2 فوليوم اهو. ماشي،
ليهم نفس الفوليوم، ما هو بيقول لك equal volume يبقى اكيد نفس النمبر اوف مول. equal volume and equal mass under the same condition of temperature and pressure must be. طيب واحده واحده. لازم يكونوا ايكوال ماس، فبما انهم ايكوال ماس يبقى ليهم نفس المولر ماس. يعني لو تخيلنا ان ده 1 مول ماشي، فانت بتقول لي ليهم ايكوال فوليوم ماشي. ما هو بما انهم، انا فهمت من كلمه ايكوال فوليوم ان هما الاثنين ليهم نفس النمبر اوف مولز، فبما ان ال1 مول منهم ايكوال نفس الماس يبقى نفس المولر ماس. خلينا نحسب كده. ال N2O النيتروجين الواحده ب 14، فالاثنين ب 28. 28 بلس 28 بلس 16 تطلع معايا ب 44، يبقى ده ب 44. دي الارقام بتاعته المولار ماس بتاعته. طب والكربون داي اوكسيد، الكربون ب 12 بلس الاكسجين في منها 2 يبقى 44 برضو، فده مرجح جدا اهي ماشي. السلفر تراي اوكسيد الاس ب 32، 3 في الاكسجين ماشي 32، 3 في الاكسجين ب 48 يبقى 80 ماشي، ده كده 80. السلفر داي اوكسيد انا مش محتاج احسب اصلا، اس معاها 3 اوكسجين، اس معاها 2 اوكسجين مستحيل. طيب اس معاها 2 اوكسجين، السلفر داي اوكسيد خلينا نحسبها بقى كده 32 زائد الاتنين اوكسجين ب 32 هما كمان يبقى 64 64. واحنا لسه قايلين ان الكربون داي اوكسيد ب 44، فطبعا غلط. طيب نيتروجين داي اوكسيد وكربون داي اوكسيد، الكربون داي اوكسيد 44، النيتروجين ب 14 والاكسجين الاثنين ب 32 يطلع معايا ب 46، فطبعا غلط. يبقى الرايت تشويس هي ايه؟ تاني عايز افهمك المساله. هو بيقول لي ان هو اتنين جازس عندهم نفس الفوليوم، فبما ان عندهم نفس الفوليوم انا فهمت ان هم عندهم نفس النمبر اوف مول. وبيقول لي ان هم ايكوال ماسز كمان، يعني الماس بتاعهم ايكوال، فبما ان الاتنين لو هم واحد مول نفس الماس يبقى عملنا ملتبلاي نفس المولر ماس، فانا عايز اتنين يكون ليهم نفس المولر ماس. طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. بيقول لك what is the maximum number of electrons required to saturate one orbital in 4f sublevel. تمام ده كده شابتر 2. what is the maximum number of electrons required to saturate one orbital in 4f. فطبعا to saturate one orbital في اي حته في الدنيا هم 2 الكترون، ده الماكسيمم نمبر اللي saturate one orbital، فطبعا 2 electrons. when the electron in hydrogen atom transfer من ال 4d لل 2s emit photon عامل ازاي؟ طبعا ده من الانرجي ليفل الرابع، ده للانرجي ليفل الثاني، فيبقى visible light. طيب بعد كده بيقول لك what is the sublevel in which the last electron has the two quantum numbers n equal 2 و l equal 0. فاحنا كده بنتكلم على ال 2s ماشي، ده سؤال بديهي. which of the following combination represent an electron in one of the orbital of 5f. طبعا 5f يبقى ال n بتاعته equal 5 وال l بتاعته equal 3. تمام، فانا عايز حاجه يكون فيها 5 و 3. 5 و 2 غلط، 2 ده دي، 5 و 4 مفيش حاجه اسمها 4 اصلا، فيبقى 5 3 5 3. الام ال بوزيتيف 4 ولا بوزيتيف 1؟ طبعا الام ال بتبقى من اول نيجاتيف ال لحد بوزيتيف ال، يعني من نيجاتيف 3 لحد بوزيتيف 3، فطبعا دي غلط مستبعده، يبقى الاجابه الصحيحه سي. تمام. when n equal to the one of the possible value، انا اقول لك البوسيبل فاليوز كلها، ال n equal to جواه 2 possible value، يا اما 0 يا اما 1، فطبعا الاجابه 0. the probability of an electron to exist in the region between two orbits according to بور الفوربيدن 0%. كده نكون خلصنا معاكم حل الامتحان الشامل. انا بس عايز اقول كلمه، دايما تقول الحمد لله، قول الحمد لله جبت درجه حلوه، قول الحمد لله ربنا وفقني جبت درجه مش كويسه، او انت حاسس ان انت اجتهدت وعملت مجهود كبير ومش دي الدرجه اللي ترضيك، فقول الحمد لله، لان احنا بنعلمك. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا اجتهدت ومع ذلك جبت درجه مش كويسه، فانا شفت الاخطاء اللي انا غلطت فيها فتعلمت منها. طب ما انا اغلط في امتحان شامل، اغلط في امتحان احنا مع بعضينا بنعمله، احسن ما اغلط في امتحان اخر السنه، اتصدم في امتحان احسن ما اتصدم في امتحان شهر او امتحان اخر سنه. وخليني اقول لك حاجه، اي حاجه عايز تتعلمها لازم تتضغط فيها، لازم تتصدم فيها. يعني انت لازم تتضغط علشان او تتصدم علشان تتعلم. بقول لك ايه، عيل صغير بيبي لسه صغير اهوت بيعلموه السباحه، بيعملوا ايه؟ يقوم رميه في البحر كده تمام ويقعد يعلمه، فالواد بيبقى بيغرق بقى شهرين ولا 3 شهور ومع ذلك بيتعلم. انت يا راجل، انت عايز اعلمك السباحه، بتفضل تقعد تعافر وتتعب ومش عارف ايه علشان في الاخر تقدر تتعلمها.
طيب انا دلوقتي عايز اعلي مستواك جدا، مش عايز اخليك تحل اسئله عاديه، مش عايز اخليك ان انت تبقى بمجرد ان انت تشوف كلمه كانك مش شايفها فتحل كده بناء على السؤال بطريقه معينه، اجابه غير الاجابه بتاعت السؤال علشان انت ما خدتش بالك من كلمه. هو ده اللي احنا بندربك عليه هنا. انت اكيد خدت بالك من الاسئله اللي انت غلطت فيها، وغلطت فيها بسبب ايه. احنا بنوريك ده وعملناه علشان تتلاشاه بعد كده. وهو الموضوع ده انت عمرك ما كنت هتكتشفه من غير الامتحان ده. تخيل كده يبقى عندك عيب وانت مش عارف ان هو موجود، دي كارثة. كارثة ان انت عندك عيب ومش عارف انه موجود. طب هنحله ازاي وانت اصلا مش عارف ان في عيب؟ فاحنا الحمد لله احنا كده بنشاور لك، بنقول لك بص خد بالك من الحتة دي. فانا لما شفتها لا انا هعدل منها، اخد بالي بعد كده. فلما تاخد بالك بعد كده يبقى انت الحمد لله اكتسبت مهارة. وهو ده اللي احنا بنعمله. فربنا يوفقك حبيبي، دايما قول الحمد لله. انا بقول دايما قول الحمد لله ليه؟ علشان دايما تشكر ربنا. دايما كده ربنا انعم عليك بكل حاجه، سواء توفيق وفقت انت في الامتحان او ما وفقتش، فربنا انعم عليك وتعلمت حاجه جديده. فدايما تقول الحمد لله، خلي الكلمه دي ما تفرقش لسانك. بحبكم جدا يا تانية ثانوي. يا رب ان شاء الله نوصل بيكم اللي احنا عايزينه. طبعا اللي احنا هنوصل له باذن الله هيبقى مع مجهود وشغل وضغط، ولكن باذن الله الثمره في الاخر انت هتنبسط جدا منها. فطبعا علشان تنبسط بالثمره لازم نتعب علشانها. ربنا يوفقكم حبايبي، ونشوفكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.